المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، سهلها كالعادة بالعناوين. فخامة الرئيس الأفورقي يستقبل الوفد الإيطالي الزائر للبلاد. إحياء يوم الشهداء في دول النيجر. سيمينار في غردات عن مسيرة النضال التحرري. مقتل 15 شرطيا في هجمات بداغستان الروسية. الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من إشعال حرب تجارية. حريق في مصنع للبطاريات يودي بحياة 20 شخصا بكوريا الجنوبية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل فخامة الرئيس الأفورقي بعد ظهر اليوم الوفد الإيطالي الخاص الزائر للبلاد برئاسة وزير الشركات ومنتج الصناعات الإيطالي السيد أودولفو أورسو. وذكر فخامة الرئيس الأفورقي في اللقاء الذي جرى في قاعة دندن أن زيارة الوفد الخاص لها أهمية كبيرة نظرا للترابط التاريخي بين إريتريا وإيطاليا، مشيدا بالمبادرة التي اتخذتها إيطاليا. وأشار رئيس السياسة أفورقي إلى رابط البنى التحتية التاريخي لإريتريا وإيطاليا، وقدم فخامته توضيحا مفصلا حول سياسة التنمية الاستراتيجية لحكومة إريتريا في مختلف القطاعات والمراحل، إضافة عن القطاعات ذات الاهتمام المشترك للاستثمار وتعاون الشراكة بين البلدين، خاصة الطاقة وانتشارها والبنية التحتية للطرق والموانئ وتنمية المياه والثروة السمكية، وكذلك الزراعة وتصدير المنتجات وغيرها، موضحا مساهمة ودور إيطاليا في هذه المجالات. من جانبه أوضح الوزير أودولفو أورسو أن مهمته هي مواصلة للاجتماع الذي عقد بين الرئيس السياسي أفورقي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ولديه خطط زيارة الأماكن التي يمكن للبلدين العمل فيها بالشراكة. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاغوس جبرهيوت، فيما حضر عن الجانب الإيطالي مسؤول مكتب مجلس الوزراء فederico ايكبرغان وسفير إيطاليا لدى إريتريا ماركو مانشيني. هذا وقام الرئيس السياسي أفورقي مأدبة عشاء على شرف الوفد الإيطالي الزائر للبلاد. تأتي زيارة الوفد الإيطالي الخاص مواصلة لزيارة الرئيس السياسي أفورقي لإيطاليا في الفترة من 28 من يناير إلى 8 من فبراير عام 2024، واجتماعه برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ومسؤولين آخرين. وكان الرئيس السياسي أفورقي قد شارك بدعوة من الحكومة الإيطالية في القمة الإفريقية الإيطالية التي عقدت في روما يومي 28 و 29 من يناير الماضي تحت شعار الجسر للتطور المشترك. أحيا الإريتريون في مختلف المدن السويسرية وشيكاغو وأوكلندا وهاريسبورغ بالولايات المتحدة الأمريكية وفيينا ولينز النمساوية 20 من يونيو يوم الشهداء الأطهار بكل فخر واعتزاز. وتضمن برنامج إحياء يوم الشهداء في المدن السويسرية مثل جنيف وبرن وبازل وسنغالين وسيلوثورن ولوسيرن وجورا وكور. تضمن البرنامج الذي نظم في الفترة من 19 إلى 23 من يونيو تضمن إضاءة الشموع ومسيرات وفعاليات فنية. وأكد المشاركون على توطيد وحدتهم وتنظيمهم وتعزيز المساهمة، فيما تبرع الإريتريون المقيمون في جنيف ب3200 فرنك، وبرن 2200 فرنك، وبازل 9319 فرنك، وسنغالين 2110 فرنك، ولوزان 6000 فرنك، وسكان لوسينز 6200 فرنك لتنمية صندوق أمانة الشهداء. بالإضافة إلى ذلك تبرعت 25 عائلة إريترية في برن بمبلغ 14400 فرنك لإعالة 21 أسرة شهيد، وتبرعت 12 عائلة إريترية في بازل بمبلغ 8440 فرنك لإعالة 12 أسرة شهيد.
وقد جدد الإريتريون المقيمون في شيكاغو وضواحيها في الولايات المتحدة الأمريكية العهد لتنفيذ أمانة الشهداء في ذكرى يوم الشهداء التي نظموها يوم الأحد 23 من يونيو. وتم في المناسبة تقديم 34,560 دولارا لإعالة 36 أسرة شهيد. وفي ذكرى إحياء الشهداء المنظمة في كولومبوس أوهايو بمشاركة عدد كبير من الشباب، تم التبرع بمبلغ 3,900 دولار لصندوق أمانة الشهداء، واتخاذ 20 مواطن إريتري مسؤولية إعالة 20 أسرة شهيد. على الصعيد نفسه قامت الجالية الإريترية في هاريسبرغ بسلفانيا بذكرى الشهداء يوم 22 من يونيو بجمع 3,535 دولارا لإعالة أسر الشهداء، بينما قام الإريتريون في أوكلاند بمسيرة أقدام وإضاءة الشموع بالمناسبة. ونظمت الجالية الإريترية في فيينا ولينز بالنمسا يوم 22 من يونيو فعالية ذكرى العزة والفخر. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيمينارا تنويريا للشباب العمال في مدينة غردات تركز حول مسيرة النضال التحرري ومراحله. وتم التوضيح في السيمينار الذي شارك فيه أكثر من 300 شاب من موظفي الوزارات والاتحادات الوطنية الأوضاع التي أجبرت الشعب الإريتري لإطلاق الكفاح المسلح والمراحل النضالية الهامة خلال 30 عاما من النضال التحرري والتضحيات المقدمة والعدوان الذي شهدته البلاد بعد الاستقلال. وقال قائد الفرقة العسكرية ال50 العقيد برهان هبتزج إن العدوان ضد السيادة الإريترية تم إحباطه بالسواعد الموحدة للمناضلين والخدمة الوطنية وإفشال العدائيات والمؤامرات التي جاءت بعده بوعي كبير من الشعب وقوات الدفاع. وذكر الفرص وتحديات المرحلة الجديدة التي لا تتطلب الاسترخاء، ودعا لرفع وعي ومعرفة الشباب واهتمامهم لاكتساب العلم والمعرفة. وأوضح مسؤول وحدة القانون والنظام وتنمية المدينة في غردات السيد تسفى سلاسي قبر سلاسي، أوضح أن النجاح والانتصار سببه الوعي والوحدة القوية، داعيا الاهتمام الجاد بالنظر إلى النضال الماضي والثمن الباهظ الذي تم دفعه. تم التبرع بحوالي 700 ألف نعفة لأسر الشهداء في مديريات عد الريح وسجنيتي وعرزة ومن حيلي بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء الأبرار. وبناء على ذلك تبرع سكان 21 ضاحية في مديرية عد الريح ب 94,685 نعفة، فيما تبرع الموظفون الحكوميون في المديرية ب 71,100 نعفة. بالإضافة إلى ذلك تبرع المعلمون والطلاب وموظفو كلية الأعمال والعلوم الاجتماعية ب 62,2 ألف نعفة. كما قام سكان 9 ضواحي بزراعة الحقول الزراعية ل 78 أسرة شهيد، إضافة إلى صيانة منازل أسر الشهداء في منطقتي عد خانتا ومندفرة. وفي مديرية سجنيتي قام سكان مختلف إدارات الضواحي بحرث حقول أسر الشهداء، فضلا عن توزيع 188 ألف نعفة تبرع بها الشباب العمال والتجار على أسر الشهداء. وبالمثل تبرع موظفو المؤسسات الحكومية في مديرية عرزة بمبلغ 130 ألف نعفة، كما تبرع 12 مواطنا يعيشون في بلدة عرزة بمبلغ 5,600 نعفة لأسر الشهداء. وفي الوقت نفسه تبرع موظفو الحكومة في مديرية ابن حيلي بمبلغ 204 ألف نعفة لنفس القضية. تشهد مديرية هيكوتا تنفيذ أنشطة تنموية على نطاق واسع بمشاركة الشعب والجيش، تركزت حول الحفاظ على المياه وحماية التربة. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد تشمية مدهانية أن العمل الذي بدأ في فبراير الماضي وتحديدا في ضواحي قراشا وحشنكيت وهدمدمي وبلتوبياي ساهم في إنجاز 186 كيلومتر من المدرجات في مساقط المياه والمراعي. وقد وضعت خطة لغرس 120 ألف شتلة في موسم الأمطار مواصلة لهذه الأنشطة التنموية الفاعلة. وعبر المشاركون عن إيمانهم الراسخ بأن يسهم العمل التنموي بفعالية في استقرار البيئة وتعزيز الإنتاج الزراعي، موضحين أنهم يعملون بتفاني وإخلاص لإنجاح المهام. مشاهدينا فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 15 شرطيا وعدد من المدنيين بهجمات مسلحة في داغستان إقليم الشمال القوقازي بروسيا. وقالت وزارة الداخلية الروسية أن الهجوم أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم 13 شرطيا، فضلا عن مقتل عدد من المدنيين لم تحدده. ولم يتوفر حتى الآن أي دليل على هويات منفذي هذه الهجمات أو دوافعهم. ووقعت الهجمات في محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية وفي مدينة دبربنت ساحلية دون أن تتبناها أي جهة حتى الآن. في حين قال رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرجي ميليكوف إنه يعرف من وراء الهجمات والهدف الذي يسعون إليه، بإشارة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا. كما نقلت وكالة التاس الرسمية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم هم من أنصار منظمة إرهابية دولية لم يسميها. أكدت وزارة التجارة الصينية أن الاتحاد الأوروبي قد يشعل حربا تجارية إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ 8 أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية. وطرحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، رغم احتجاج بكين على ذلك، مما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى متدن جديد والمخاطرة بأن يتخذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات عقابية. وذكر البيان في تحقيقه بشأن الرسوم الجمركية التعويضية قام الجانب الأوروبي بترهيب وإكراه الشركات الصينية، وهدد بفرض رسوم عقابية عالية وطلب معلومات واسعة للغاية. ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أنه تم العثور على نحو 20 جثة بعد اندلاع حريق في مصنع للبطاريات في جنوب العاصمة سول. وتعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة أريسيل الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات، ويقع في مدينة هواس يونغ. وتعد كوريا الجنوبية من كبار منتجي البطاريات، لا سيما تلك التي تستخدم في السيارات الكهربائية، وتزود مصانعها بطاريات لمصنعي الآليات الكهربائية عبر العالم، ومن بينها شركة تسلا. أطلقت الصين قمرا اصطناعيا صينيا فرنسيا أعد لرصد انفجارات جاما، وهي أقوى الانفجارات في الكون، حيث تم تطوير مراقب أجسام فضائية لهذا الغرض. وقد طور مراقب الأجسام الفضائية المتغيرة مهندسون من كلا البلدين، وسيبحث عن انفجارات أشعة جاما التي سافر الضوء الصادر منها مليارات السنين الضوئية للوصول إلى الأرض. وانطلق القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 930 كيلوغراما ويحمل 4 أدوات فرنسية وصينية على متن صاروخ صيني من طراز المسيرة الطويلة من قاعدة فضائية في شيتشانغ بمقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأبرز وأهم العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يستقبل الوفد الإيطالي الزائر للبلاد. إحياء يوم الشهداء في دول المهجر. سيمينار في أغردات عن مسيرة النضال التحرري. مقتل 15 شرطيا في هجمات بداغستان الروسية. الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من إشعال حرب تجارية. حريق في مصنع للبطاريات يودي بحياة 20 شخصا بكوريا الجنوبية. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله. Maalama,
استفلاليو فتلتات ننحرحدهم بمتحل